ابني يتأتئ، ماذا أفعل؟ سؤال جاءني من متابعة، نقول لها كثير من الأمهات يتقلقوا كي يشوفوا ولدهم يتأتأ ولا يتلعثم في الكلام، خصوصا بعد ما يكون بدأ يهدر مليح فجأة يبدأ يتعطل في الهضرة. التأتأة أو التلعثم ممكن تبقى طبيعية جدا في سن من 2 إلى 5 سنوات، وهذا بسبب أنه مخ الطفل يكون يوجد الكلام أسرع من لسانه، فهكا يتخلط وهو يعبر. وقتاه نقلقوا لو أنه التأتأة استمرت أكثر من 6 أشهر، أو أن الطفل بدأ يتوتر ولا يمتنع عن الكلام، ولا كاين عندنا في التاريخ العائلي التأتأة. ولو التأتأة بدأت بعد سن المدرسة وزادت مع الوقت، وش نديرو؟ أول حاجة ما نقاطعوش وهو يهدر، ثاني حاجة ما نكملولوش الجملة بالنيابة عليه حتى ولو يتخلط، نتكلموا معاه بهدوء ومن غير استعجال، نوفروا له بيئة هادئة وما فيهاش ضغط. ولو التأتأة استمرت ولا تمشي وتزيد، يفضل أن نعرضه على أخصائي تخاطب أرتوفونيست باش يتأكد أنه ما كانش سبب عضوي ولا نفسي. ما تخليش التأتأة تقلل من ثقة ابنك في نفسه، دعمك ليه هو أهم حاجة.